الآن استوعب الجميع الدرس. ترامب يهين أردوغان وماكرون في قلب أمريكا، عاملهم أسوأ معاملة وجعل الأمن يتعمد إذلالهم. وهنا تذكر كلاهما وفهم لماذا يرفض السيسي المجيء لهذا المجنون، ولماذا يصر القائد المصري على الندية الكاملة في العلاقة بينهما. القصة تبدأ بخطاب تاريخي لماكرون انحاز فيه للإنسانية أولا. أوجعت كلماته ترامب أشد وجع حين قال: أعلن أن فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين. بعد هذا الخطاب التاريخي كان ترامب غاضب بشدة. طالب مساعديه بإهانة ماكرون، بمعاملته معاملة زائر ثقيل غير مرغوب فيه بالولايات المتحدة. أثناء عبوره الطريق تفاجأ بتوقيفه وقتا طويل. والأكثر كارثية تعامل الشرطة معه كنكرة، شخص مجهول وليس رئيس بلد أوروبي كبير. وذلك حين قال له ضابط نيويورك: المرور ممنوع. هنا رد ماكرون: أنا الرئيس الفرنسي، كيف تمنعني؟ جاءه الرد قويا: عذرا، لا يمكنني ذلك قبل مرور موكب ترامب أولا. ماكرون أمسك هاتفه واتصل بترامب وقال له: أنا واقف في الشارع لأن كل شيء تجمد من أجلك. وهنا مازحه ترامب قائلا: انتظر عندك دقائق، سأخذك في طريقي. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فأوامر ترامب شملت أيضا الرئيس التركي. ففي اليوم الثاني مباشرة وأثناء مرور أردوغان ووفده بالطريق تفاجأ بتوقيفه أيضا من ضابط نيويورك. وحينما قال له أردوغان: أنا الرئيس التركي، قائد أقوى دولة في الشرق الأوسط، تفاجأ برد الضابط الأمريكي: اعذرني، موكب ترامب سيمر، تلك هي الأوامر. أردوغان لم يكن أمامه سوى الانتظار، وأحس بإهانة كبيرة، لكنه استوعب الدرس جيدا وقال لمقربيه: لن يمر الموقف مرور الكرام، وتوعد بالرد في اللحظة المناسبة. ترامب يهين قادة أكبر الدول في الشرق الأوسط وأوروبا، وجعلهم يدفعوا ثمن مواقفهم الإنسانية. والسؤال هنا: هل كان يجرؤ ترامب على تكرار ذلك لو كان الضيف هو الرئيس السيسي؟ ما لا يعلمه الكثير أن سبب إهانة ترامب لماكرون وأردوغان هو عقدة نفسية تكونت بسبب رفض الرئيس السيسي مقابلته 4 مرات متتالية، وهذا ما جعل هيبته أمام دول العالم بلا وجود، وخياراته أمام السيسي أصبحت محدودة. كل رؤساء العالم خضعوا له ووافقوا على طلباته ما عدا قائد أكبر دولة في المنطقة. السيسي يقول له بكل وضوح: طلباتك تحت الأقدام. ومن اللحظة الأولى يدرك السيسي نية ترامب جيدا، ولهذا السبب رفض زيارته، وتلك هي قمة الذكاء. والنتيجة هي إفشال خطة أكبر دولة في العالم. وكأن السيسي يقول لترامب بصلابة: مجرد التفكير في هذه التصرفات مرفوض، فأنا رئيس أكبر دولة في المنطقة، الوقوف أمامي شرف لا يمنح للجميع. في النهاية يتجلى الفارق بين عقلية قائد مخابراتي يعرف أين يضع قدمه، ورجل أعمال أهوج لا يعرف سوى الاندفاع.